سلام يا حبايب، كيف انتم؟ خرجنا اليوم عربي من سوريا. مرحبا، هلا فيك. فرقة أمراء الطرب من الفرق الرائدة والمتميزة اللي دائما نشوفها في شارع الاستقلال. هم من مجموعة من الفنانين السوريين حبوا ينقلوا صورة جميلة عن سوريا بلغة الحب والسلام، لغة الموسيقى. دائما ما يتغنوا بأغاني الفنانين الكبار، أغاني عبد الحليم وأغاني أم كلثوم والأغاني الشامية وأغاني فيروز. كسوري كعربي في اسطنبول، شو تعني لك الغربة؟ كسوري كعربي يا وطني يا وطن الأحرار، إفراقك أشعل بقلبي النار. ما؟ إيه؟ تمام. يا رب بجاه حبيبك المختار تردني لتراب الأحباب. يا رب يا رب يا رب. الغربة ما بتكون أحيانا خارج الوطن، أحيانا بتكون بالوطن نفسه. نائمين الليل كيف المنام يطيب، الموت حق والفراق صعيب. تغربت عن أهلي وعن أصحابي الأطايب، وعاشرت قوم في غربتي ولكن اعتقادي كان خائب. مرضت في غربتي ولم يزرني أحدا. يا ذلة الأموات في أرض الغرائب. احنا الان في اسطنبول، كم صار عندنا غربة؟ يعني كيف بنحس؟ هل الفن بدي اشيل نقطة قبل ما ندخل موضوعك، انه انا في فرق بين الغربة يعني والغربة اللي انت فيها. طبعا في فرق كبير، بس التنتين بالراحة بطبيعة الحال يعني. بس اكثر صعوبة اللي انت مجبر عليك، يعني انت كسوري شيء واحد
اليوم في اغلب دول العالم مهجرين بسبب الاوضاع غربة البيئة. الليل كيف المنام يطيب صعيب تغربت عن أهلي وعن أصحابي الطيب وعاشرت قوم في غربتي عن بلدي ولكن اعتقادي كان خائب مرضت في غربتي والفن أبلغ رسائل بيتك راح تتمشي حتى اشوفك شكلني الورد الحب الميت شو مواسم رواني عبيتك راح تتمشي حتى اشوفك شكلني. فرقة متميزة. هم أتوا إلى اسطنبول أو إلى تركيا مجبرين بسبب الأوضاع في سوريا. أيضا إحنا في اليمن والعديد من الدول العربية التي عانت من ويلات الحروب والأزمات، أصبحت تركيا أحد الملاذات الآمنة لها. فما أجمل لغة الفن، ما أجمل الموسيقى، وهي ترسم عننا كعرب صورة لدى الأتراك، صورة متميزة بغض النظر عن ما آلت إليه بلداننا من حروب. شكرا لكم.